من الذي قام ببيع القوطة والبتنجان القلايط للأطفال بسعر عالي وتحجج بزيادة البنزين؟ من أيها البائعين الظلمة؟ هنعمل ايه يعني يا شيخ؟ البنزين غالي، فرق الفلوس دي هندفعها منين؟ انتوا اللي هتدفعوها طبعا. اشكالكوا دي صاحبة الفتة في الاسعار، يعني وشكوا ده لازم يجيب على حد. 5 جنيه زيادة ايها الزنديق، زنديق. وشك ده يا اسطى، وشك ده. أرجوك اهدى، أرجوك اهدى. خلينا نرجع البتنجان القلايط. أيوه، يعني أنت حضرتك هتعمل إيه دلوقتي؟ يا شيخ انا مش هرجع حاجه على الصبح وتوكل على الله بقى. ده. بس يا ابني، بس يا ابني. معلش يا شيخ، انا غصب عني يا شيخ، غصب عني. اللتر البنزين زاد 2 جنيه، فالنقله زادت والخضار لازم يزيد. انا مش هينفع ان انا اشيل ده كله لوحدي، لازم يبقى على المستهلك برضه. اما ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا ابتلاء غير الاسعار، يبقوا لازم ترحمونا وما تعملوش فتنه في الاسعار. احنا تعبنا، الناس تعبت. اللتر غلي 2 جنيه، انت زودت في الكيلو 5 جنيه. كيلو القوطه ب 15 بتبيعه ب 20 جنيه. كتير تزود على الكيلو 5. وكيلو البتنجان نفس القصه، ب 15 زودت، يعني الكيلو الواحد خدت 5 جنيه. طب اقل حاجه حتى الكيلو زود 2 جنيه بس. فانا ده لله يعني. خلي بالكوا عشان في رقابه الايام الجايه على المواضيع دي وعلى الاسعار واللي انت شايفه. ماشي يا شيخ، انا هنزل السعر وهبيع ب 17. نزل يا ابني اليافطه دي وخليها 17 وادي الباقي للشيخ. تحت امرك يا معلم. اللي انت عايزه. شكرا شكرا. يا خواجه، صباح الخير يا ست كل. صباح الفل عليك يا حبيبي. اختي خدت منك الفستان ده امبارح وانا متعشمه تنزل لي فيه 50 جنيه، ولا انا مستاهلش؟ لا انت تسال المحل كله يا ست الكل، بس تديني نص ساعه بس صاحب المحل يمشي وهنعمل الاتنين ليك. بص قاعد اهو وقاطع عليا من غير اي حاجه، المحل كله تحت امرك. انت نورتينا يا ست الكل والله. خلاص يا اخوي، هديك الرقم واول ما يمشي ابقى كلمني. يلا يا حبيبتي، 011. ماشي يا ست الكل. يا اسطى انا ما عنديش رجاله بترايل من حسوكه النسوان في البيع والشراء. اخت الحته دي ب 200 جنيه، مفيش حاجه ولا نزول 50 ولا نزول 100. حضرتك مش عايزاها رجعها لي. اخر يوم في الشغل النهارده، نهارك ازرق. اخر يوم لصاحبك في الشغل. صاحبك لو لقى كلبه في الشارع بقى هيريل عليها. ايه يا عم عملت ايه على الصبح؟ ربنا يولع فيك. انا قلت لك ابعد عن الحريم اللي بتتمايل عليك في الشغل دي، هتخرب بيتنا وتودينا في داهيه. اهو دوتش، خلاص انت كده اتقطع عيشك. مبسوط؟ حقك عليا يا اخوي، معلش سامحني، استأذن انا. بلاش بتعملني فكاكي. بتقول في النسوان انت يا خواجه. بقول لك ياض انت وهو مش طالبه هزاركم على الصبح. احنا في نصيبه ما يعلم بالله ربنا مع الخواجه وابوك جوه في المحل. بص يا خواجه، انت على اخر النهار كده هاخدك وروح الارض للشيخ، وباذن الله هو هيخلص كل حاجه مع دوتش. ارزق على الله يا عم الحاج. ونعم بالله.